وقف. إذا مفكر حالك جمل وعم تعبي خزانك قبل الأذان بدقيقة، فحبيت أقلك إنك عم تضحك على حالك وجسمك عم يضحك عليك. ليش كل ما تشرب مي بتصير عصفور بتعطش، وتاني يوم بتصير صحرا سينا كلها بترمى؟ ليش جسمك بيخونك وبيصير يصرف المي كأنك مصاري؟ يا عزيزي الصائم العطشان، القصة مو بكمية المي اللي بتشربها، القصة بالتوازن الأسموزي. يعني أنت لما تشرب لترين دفعة واحدة من المي، فأنت عم تعمل بهالحالة غسيل للأملاح والمعادن بجسمك. كليتك بتنصدم وبتصير تقول يا جماعة في فيضان بالسيستم، صرفوا كل شي فورا. يعني بدل ما تخزن المي، أنت عم تجبر جسمك يطرحها بسرعة، ومع الأملاح اللي بتمسك المي بالخلايا، والنتيجة تصحى الصبح وجسمك ناشف حتمياً لأنك ببساطة طردت المي بإيدك. أما شو الحل؟ لا تعمل حالك جمال بالدقيقة الأخيرة. اشرب مي بالتدريج من الإفطار للسحور، وركز على البوتاسيوم، موز، تمر، لبن، لأن هي تحديداً تحبس المي جوا خلاياك، مو أناني المي اللي عم تبلعها وتسفها سف. هلا يا غالي ما عليك إلا تبعت هذا الفيديو فوراً لرفيقك اللي بيشرب برميل مي قبل الأذان بدقيقة، وقل له جسمك مو مصفايق، ارحام كليتك شوي كرمال الله.